إذا كان لديك حاليا نسبة دهون تتراوح بين 30 وال40%، قررت أخيرا أنك تتخلص منهم، فأكيد أول سؤال يجي لبالك: ما هو الجدول الزمني؟ وكم من الوقت سيستغرق الأمر فعليا لكي تتحول من جسم نسبة دهونه 30% إلى جسم رشيق ونشيط ورياضي وصحي وبنسبة دهون طبيعية 15%. وفي هذا الفيديو سأقدم لك جدول زمني واقعي وبعض الأخطاء الجسيمة التي يجب تجاوزها، خاصة إذا عديت عمرك كامل وانت سمين. في الأول، معظم الرجال يقللون من تقدير قيمة الدهون عندهم ويبالغون في تقدير كمية العضلات اللي عنده. مثلا تسأل واحد نسبة دهونه 30% أو 40% وتقول له: كم نسبة دهونك؟ فيرد ويقول لك: أنا نسبة دهوني مثلا 20%، 22%. وهذا هو قلة تقدير لنسبة دهونه الواقعية. يعني لو كان في الحقيقة نسبة دهونه 20%، فيستغرق حوالي من 4 أسابيع إلى 8 أسابيع لكي يصل إلى 6 باك ونسبة دهون 15%، نسبة دهون طبيعية. لكن في الحقيقة هو نسبة دهونه 30 و40%، سيستغرق وقت أكثر. لذلك هو يوهم نفسه أنها نسبة دهونها منخفضة وأنه يستطيع في أي لحظة أنه يوصل نسبة دهون طبيعية والشيء مربوط به. لكن في الحقيقة لا، الأمر يستغرق وقت أكثر. مثلا لنفترض أن ميزانك 84 كيلو وطولك 178، وفي الحقيقة هذا الميزان مش كبير برشا، مثلا كميزان 90 كيلو أو 100 كيلو، لكن كمية العضلات اللي عنده قليلة، بحيث أن نسبة دهونه 30%. والنسبة العالية من هذه الدهون هي ليست نتيجة جسم دهني فقط، وهي نتيجة أيضا نقص العضلات، لأنها في الأخير هي نسبة. أحيانا تجد واحد دهونه نفترض أنه 10 كيلو، عنده 10 كيلو دهون، والآخر دهونه نفسها 10 كيلو. الأول عنده كمية عضلات كبيرة والآخر كمية عضلات صغيرة، يبان أسمن رغم أنهم عندهم نفس الدهون وليست نفس نسبة الدهون. لهذا المهم هو نسبة الدهون وليست كمية الدهون. لنأخذ معز على سبيل المثال. معز يوزن 91 كيلو وطوله 178 ونسبة دهونه هي 30%. لم يعتاد معز على الذهاب إلى الجيم، رغم أنه مارس بعض التمارين معنا في أيام الجامعة وأيام المعهد، لكن يجب على معز على الأقل خسارة 20 كيلو لكي يصل إلى نسبة دهون طبيعية ويرى جسم رشيق لأول مرة في حياته. وبما أنه هو جديد على العملية كاملة، فطبيعي أنه سيرتكب أخطاء. لنقل أنه سيخسر حوالي رطل كل أسبوع في المتوسط، ولنقل أنه سيخسر الميزان بشكل منتظم، يعني منظم أسبوعيا، فالأمر سيستغرق منه حوالي 7 أشهر لكي يصل إلى نسبة دهونه المنشودة. وهذه هي الحقيقة عندما تفعل هذا الأمر أول مرة، فهناك الكثير مما يجب فعله والكثير لتتعلمه لكي تعرف كيفية عمل جسمك. لكن في النهاية بمجرد تحقيق هذا الهدف ستعرف أرقامك وتعرف سعراتك وأنواع الطعام التي يجب أكلها وأنواع الطعام التي يجب تجنبها، وتتعلم صنع العجز السعرات الحراري، وتتعلم أيضا الحفاظ على العجز والحفاظ على حرق الدهون والحفاظ على مكاسبك، وستعرف عدد خطواتك وتمرينك، وفي الأخير ستمتلك بيانات للعمل عليها. وهذا يأتي مع الخبرة، وهذا تعريف الخبرة. وفي الحقيقة أن الوقت سيمر مهما كانت الأحوال. فكر في الأشهر ال6 الماضية أو السنة الفارطة، لقد مرت بسرعة البرق. وهدف الوصول إلى نسبة دهون طبيعية هو أول مهمة في رحلتك للياقة البدنية. فالهدف الأهم هو إنشاء حياة صحية ومستدامة وبناء عادات تستمر عليها، حتى لو الأمر استغرق وقت طويل، لدرجة أنك تصل إلى نقطة لا تتخيل فيها حياتك بدون تمرين أو بدون مشي أو بدون نشاط أو حركة أو نظام غذائي صحي. وذلك هو الهدف الأسمى والهدف الحقيقي، وهو الاهتمام بصحتك وتحسين صحتك وتطويرها. والآن لنتحدث إلى الأخطاء. وأول خطأ يأتي لجميع الناس وهو ما أسميه بالتدهور التدريجي. ولشرح ذلك لنعود إلى صديقنا معز. بدأ معز رحلته في اللياقة البدنية وهو متحمس للغاية وانغمس فيها،
يحسب سعراته ويحسب عدد خطواته ويمشي للجيم ويتمرن ويعمل كارديو، يوصل يتمرن في الفجر قبل العمل، لدرجة إن معناها زملائه أخبروه أنك أصبحت مهووس معناها. وفي الأخير انقص ميزان وزادت قوته وزاد تركيزه وتحسنت صحته، ولكن ببطء. البطء هذاك سبب له نوعا ما من الملل، وهو ليس بطيء بالتعريف البطيء، معناها هو بطيء بطريقة طبيعية، لا يحرق الدهون بأقصى سرعة، وفي نفس الوقت وزنه ليس ثابت، معناه يحرق في رطل كل أسبوع نصف رطل. لكن الشيء لم يكن مرضي لمعز، هذا الحرق البطيء وهذا التقدم البطيء. فبدأ معز بالانحراف قليلا عن مساره. في عطلة نهاية الأسبوع بدأ يأخذ مشروب إضافي أو مشروبين إضافيين وقطعة جاتو زائدة، يعني بدأ يتناسى هدفه قليلا قليلا، ولم يعد معز يحسب سعراته كما في الأول، والشيء هذا خلاه يصير أكثر جوع، لأنه ابتدع الأكل الصحي وبدأ في الأكل الغير صحي، وعذره أنه نفس السعرات، أن أكلت حتى سكر، وهذا الأمر صحيح، ولكن يجب تحط في بالك عامل الجوع، وهو عامل مهم جدا. وهذا مثال يا عزيزي المشاهد على كيف يدمر التدهور التدريجي تقدمك، ينسيك أهدافك ويصيبك الملل. وبيني وبينك هذا يصيب أكثر من 95% من رواد الجيم ورواد اللياقة البدنية. وفي النهاية صار معز يعتمد على الوجبات الخفيفة والحلويات وخرج من الرجيم وعاد الوزن كما كان في الأول. والتدهور التدريجي يدمر تقدمك بطريقة خبيثة جدا، فالشيء لا يصير بين ليلة وضحاها، بل يحدث عندما تبتعد تدريجيا عن الأساسيات، وهذه الأساسيات هي في الحقيقة التي وصلتك للنتيجة المرغوب فيها، لكنك ابتعادك عن الأساسيات شيئا فشيئا أصابك بالتدهور التدريجي. وهذه الأفعال صغيرة للغاية ودقيقة بحيث يصعب ملاحظتها، لكنها تتراكم بمرور الوقت وتسبب مشاكل. فماذا يمكنك أن تفعل؟ حسن، مفتاح التغلب على التدهور التدريجي هو الاستمرار في الأساسيات، كما يفعل لاعبو كرة القدم. تجدهم مهما كانت درجة احترافه لا يزال يمارس تمارين الضغط ولا يزال يمارس المناورات الخفيفة والبسيطة. إذا لاحظت أنك تكافح لرؤية التقدم وصعبت عليك مهمة التنشيف فأرجع إلى الأساسيات، حتى إذا كنت في أعلى مستوى. والأساسيات هي سهلة، هي أولا حساب سعراتك وقيام بعجز قيمته 500 سعرة أو 1000 سعرة حسب قوتك، وحساب عدد خطواتك. ومع خبرتي فقدان الدهون تعلمت طريقة قوية لمحاربتها، وهي طريقة اللعب الهجومي والدفاعي في نفس الوقت. فكر في الهجوم على أنه هو التحكم في سعراتك الحرارية، القيام بالكارديو، الذهاب إلى الجيم، عدد خطواتك، يعني أي حاجة تقدر تعملها لكي توصلك للهدف متاعك. أما الدفاع فهو طريقتك لمحاربة الزلات، أو الطريقة التي تتعامل بها مع الأخطاء والهفوات، يعني تدافع على مكاسبك في وقت الغفلة ووقت الضعف. لأن أغلب الناس عندما يضعف مرة يستحلاها، تصبح معناها الضعف الثانية أسهل من الضعف الأولى، ضميره لا يؤنبه بنفس المستوى، فيضعف مرة ثانية ويضعف مرة ثالثة، وتستمر السلسلة اللانهائية، وتتحول وجبة الغش إلى يوم غش، ويوم غش يتحول إلى أسبوع غش، وأسبوع غش يتحول إلى شهر غش. ولمحاربة هذا أكثر شيء وجدته مفيد هو وضع قواعد وأساليب لما أفعله بعدما أقع في الغفوة الأولى. لنفترض مثلا أنه يوم سبت وحدث خطأ، مثلا تناولت 1000 سعرة زيادة على سعراتك، يعني قطعة بيتزا عملاقة، في عوض تقول لا بأس وسوف أستمر واليوم في سد وسأبدأ من جديد يوم الاثنين. تذكر قاعدة الدفاع وامنع نفسك من خسارة المزيد من التقدم. والعقلية الصحيحة يا عزيزي المشاهد هي لقد استمتعت، أما الآن يجب واصل التقدم تاعي، لأن أي شخص قد يخطئ، والخطأ من طبيعة الإنسان وأمر طبيعي للغاية، لكن كيفية تعاملك مع نفسك بعد الخطأ الأول هي التي تحدد نتائجك. لنحسب الأرقام بسرعة. لنفترض أن هدفك هو الوصول إلى عجز أسبوعي قيمته 3500 سعرة، يعني خسارة رطل في الأسبوع. ولنفترض أنك تناولت 1000 سعرة زيادة يوم الجمعة،
الآن صار لديك عجز قيمته 2500 سعرة. عوض أنك تكمل تفسد وتتحول من عجز سعرات إلى فائض سعرات، طبق قاعدة الدفاع وأقعد بعجز قيمته 2500 سعرة. يعني أنك باش تخسر 3 كيلو دهون، ليس نصف كيلو دهون هدفك الأول، لكن ستخسر 3 كيلو. 3 كيلو أمر معتبر. يعني إذا ارتكبت خطأ لن يضيع كل شيء وتعيد من نقطة صفر، فهذا طبيعي جدا. فلا تدع وجبة سيئة أو يوم سيء ينسيك أهدافك وينسيك غاياتك ومتطلباتك. ديما امشي بمبدأ تقليل الأضرار والاستمرار في التقدم يوم بعد يوم، ومع الوقت ستكتسب مزيد من الخبرة وستتعلم وستتحسن أيضا في تخفيف الزلات وحدتها. تخيل أنك في كل مرة تخطئ فيها تفعل وضعية الدفاع. يعني في الأخير تناولت 300 سعرة إضافية فقط. حتى لو زليت مرة ومرتين و3 مرات في الأسبوع ستفقد دهون في الأخير. يعني هدفك في النهاية باش توصل. والشيء الآخر يا عزيزي المشاهد الذي سيساعد في فقدان دهونك ووصول إلى جسد أحلامك هو الضغط على زر الاشتراك والإعجاب بهذا الفيديو. وكان حابين موضوع معين في الفيديو القادم اكتبوا لي في الكومنتس، ونراكم في الفيديو القادم إن شاء الله.